لأتفه الأسباب. هذه ثقافة جاهلية وليست ثقافة إسلامية، رغم أنها كتبت في عصر إسلامي ومن داخل الثقافة الإسلامية مع الأسف. من جوانب الخلل في ثقافتنا السياسية السقف الواطئ في المساواة عند بعض فقهائنا مع الأسف، كما رأينا حرمان المرأة من المشاركة في البيعة، حرمان المواطنين غير المسلمين، حرمان ما يسمى بالعوام، وهذا يتضمن أغلب المواطنين طبعا. لكن الخلل الأكبر جاء من منح السلطة غير الشرعية حقوق السلطة الشرعية في الإسلام. وردت أحاديث نبوية كثيرة في الدعوة إلى الطاعة والجماعة، إلى طاعة ولي الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ألح على ذلك كان يتحدث عن السلطة الشرعية ولم يكن يتحدث عن غيرها أصلا. السلطة الشرعية التي بايعها الناس طوعا بيعة رضا، من بايع منكم إماما فأعطاه صفقة يده وذمرة قلبه فليطيعه ما استطاع. هذه هي السلطة التي تتحدث عنها الأحاديث النبوية. لكن بعض الفقهاء هداهم الله أعطوا حقوق السلطة الشرعية للسلطة غير الشرعية، فوضعونا ووضعوا الأمة في ورطة في ذلك. ثم إنهم لم يميزوا كما ميز فقهاء السياسة في الغرب بين الطاعة بالواجب والطاعة بالضرورة، كما نجد عند بعض مفكري الغرب مثل جان جاك روسو مثلا. الطاعة بالواجب يعني الطاعة التي تجب علي بمقتضى التعاقد مع السلطة غير الشرعية، أما الطاعة بالضرورة فهي مثل شرب الخمر أو الخنزير أو غير ذلك، قد تضطر له لكنك لا تضفي عليه شرعية، والضرورة تقدر بقدرها ويتخلص منها حالما يمكن ذلك، وتلك هي طاعة السلطة غير الشرعية. كذلك قرئت دولة النبوة مع الأسف والخلافة الراشدة بعيون الملك العضوض، لأن الفقهاء لما كتبوا الفقه السياسي كتبوه في العصر العباسي بعد أن استقر الملك العضوض وأصبح جزءا من ثقافة الناس وواقعهم. فحتى دولة النبوة والخلافة الراشدة قرئت بعيون السلطة المتغلبة ولم تقرأ بعيون تأصيلية تنطلق من مبادئ الإسلام بكل أسف. نحن اليوم نحتاج إلى الخروج من هذا المأزق، نحتاج إلى أن نرفض سياسة تشريع السلطة غير الشرعية، ونحتاج إلى رفض السياسة الجبرية وإلى أي تسويغ لهذه السياسة. بعض الناس يستدل بأحاديث ونصوص ليست صحيحة أصلا أو مشكوك في صحتها، مثل حديث أن تطيع الأمير ولو جلد ظهرك وأخذ مالك، وهذا حديث حقيقة ليس متفقا على صحته، فيه كلام كثير عند المحدثين، طعن فيه من العلماء الأقدمين الطبراني من علماء الحديث، وحتى من المعاصرين الشيخ مقبل الوادعي، وهو شيخ سلفي غير متهم بالدعوة إلى الفتن ولا الخروج على السلطة، ومع هذا طعن في صحة هذا الحديث. وبعضهم كما قلنا يضفي النصوص حقوق السلطة الشرعية على السلطة غير الشرعية، فيأخذ النصوص الواردة في هذا ويعطيها في هذا، وهذه دوامة لا بد من الخروج منها. كيف نخرج من هذا؟ نحتاج إلى أن نخرج من طوق سقف الفقه الموروث، وندرك أنه فقه متكيف في كثير من جوانبه مع السلطة الزمنية القاهرة. أن نعرف الفرق النوعي بين الدولة القديمة والدولة المعاصرة، أن نميز بين عالم الإمبراطوريات وعالم الدول، وأن ندرك أن الدولة المعاصرة قائمة على أساس عقد الجغرافيا، وهي ليست قائمة على أساس عقد أخوة الدين ولا أخوة العرق، وإنما على أساس الجغرافيا. الدولة المعاصرة هي ملكية عقارية، مثل من يشتركون في أي ملكية عقارية، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم فهم سواء في الحقوق وفي الواجبات، والأمر ملك لهم ولا ينبغي ولا يمكن أن يسوسهم إلا من يرضونه. نحتاج إلى تجريد الوحي من الغواشي التاريخية، وأن نعيد الاعتبار إلى ثورات القرن الأول الهجري. كان أحد أساتذتنا للتاريخ في أمريكا في جامعة تكساس يقول حكمة دائما أذكرها، يقول: من أجل بناء مستقبل جديد نحتاج إلى بناء ماض جديد.
يعني نحتاج إلى تصحيح ذاكرتنا التاريخية. الثورات القرن الأول الهجري كله كان ثورات لاسترداد الخلافة الراشدة ورفض السلطة الجبرية. ثورة الحسين بن علي رضي الله عنه، وثورة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وثورة أهل المدينة في الحرة بقيادة عبد الله بن حنظلة وعبد الله بن مطيع، وثورة التوابين في العراق، وثورة الفقهاء بقيادة عبد الرحمن بن الأشعث. كل القرن الأول الهجري هو ثورات في ثورات. ولذلك قال الإمام ابن حجر إن مذهب السيف، يعني مذهب الثورة، هو مذهب للسلف قديم، ولكن استقر الأمر على ترك ذلك. يعني هذا هو الأصل، وهذا الخضوع للسلطة غير الشرعية هو أمر طارئ على الإسلام، وليس من أصل الشرع ولا مما آمن به الصحابة رضي الله عنهم. نحتاج إلى نظرة جديدة إلى الديمقراطية باعتبارها هي التطبيق للشق الدستوري من الشريعة. بعض المسلمين مع الأسف يرى أن تطبيق الشريعة شيء والديمقراطية شيء آخر. أنا أرى أن هنالك خلل في هذا النوع من التفكير المتوازي. الديمقراطية هي تطبيق للجانب الدستوري، للشق الدستوري من الشريعة، ويبقى بعد ذلك الشق القانوني والشق الاقتصادي والشق الاجتماعي إلى غير ذلك. لكن الديمقراطية التي تمكن من إقامة سلطة شرعية باختيار الناس ليس من شك أن هذا هو التطبيق الحقيقي للشريعة في شقها الدستوري، ولا نقول إنه تطبيق للشريعة في كل شيء. فلذلك نحتاج إلى هذا. أيضا من الأمور الأخيرة التي أريد التنبيه عليها هو أن ثقافتنا مع الأسف فيها تشاؤم دفين في أي مسعى للإصلاح السياسي، وهذا أمر ورثناه من ثورات القرن الأول الهجري، لأن تلك الثورات لم تحقق النتائج العملية المرجوة من ورائها، فورث فقهاؤنا تشاؤما دفينا، وأصبح كل من يسعى إلى الإصلاح السياسي يوصم بأنه يدعو إلى الفتنة وما إلى ذلك. ولكن الحقيقة أن الفتنة هي الظلم هو الفتنة هي منع الناس من حريتهم. الفتنة أشد من القتل ليس هو الفتنة هي القهر، وليس هنالك أسوأ على الدين وعلى الدنيا من القهر. فنحن اليوم نحتاج إلى إعادة الاعتبار لهذا التاريخ المجيد في القرن الأول الهجري، تاريخ الثورات. وثوراتنا اليوم الحمد لله تضعنا على بداية الطريق الصحيح، على طريق سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي هذا تأصيلا للثورات السلمية التي نعيشها اليوم: سيد الشهداء عند الله حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. سيد الشهداء عند الله حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. وهذا حديث صحيح رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وهو يكفي دلالة على نبل الثورات التي تدور رحاها اليوم. فهؤلاء الشباب اليوم يسيرون على خطى سيد الشهداء حمزة، يكفيهم ذلك شرفا ونبلا، فهم النبلاء وهم الشهداء وهم تاج هذه الأمة الذين يعيدونها إلى مسرح التاريخ من جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.